يا صباح الفل والياسمين على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كل اللي يشوفني يكون طيب وبخير ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين بقى. الفترة دي احنا كلها مناسبات واعياد، فبما ان احنا داخلين خلاص على شم النسيم، حبيت كده اعمل معاكم السردين المخلل بطريقة تحفة جدا. مش هياخد معاكي وقت خالص خالص، سهل جدا جدا، وهيطلع نتيجته زي الزبدة بعد 4 ايام بالظبط. هتفتحي عليه وهتقدري تاكلي منه. اول حاجه هنعملها نروح عند بتاع السمك ونجيب من عنده سردين، وده سردين بلدي، ولازم تجيبيه يكون صابح كده وفريش زي ما انت شايفه كده. يعني لازم السمكه كده تكون ماسكه نفسها علشان خاطر ما تتهريش معانا في التخليل. اول حاجه بقى هنعملها هناخدها نغسلها كويس جدا تحت الميه، وندخل كده ايدينا من عند النغشيش علشان خاطر لو في اي طينه اي تراب تطلع. وبعد ما نغسله نحطه بقى كده في المصفى، وبصولي بقى على النغشيش نضيفة وزي الفل. شايفين السمكية بتلمع وبتبرق ازاي؟ تحفة جدا. نسيبه بقى في المصفى دي 3 4 ساعات كده لحد لما يتصفى المية بتاعته خالص خالص. ودي خطوة مهمة جدا، لازم نصفي السردين بتاعنا قبل ما نملحه في مصفى مدة ما تقلش عن 3 4 ساعات علشان نتأكد ان المية بتاعته نزلت، لان لو فضل فيه لسه مية ده هيبوظه وهيعمل بكتيريا في السمك وهيبوظ مننا. بعد كده هنجيب بقى صينية ونفرد كده عليها مناديل بتاعة المطبخ، وهنبتدي ننشر السمك بتاعنا بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده، علشان خاطر لو لسه في اي نقطة مية نضمن ان هي هتنزل على المناديل والمناديل هتمتصها. وبمناديل تانية كده هنبتدي ننشف من فوق كده. شايفين ضغطة بسيطة خالص كده عشان نتأكد ان السمك بتاعنا ناشف خالص تماما مفهوش ولا نقطة مية. بالطريقة دي شايفين نطبطب بس كده عليه علشان خاطر اي مية بواقي المية تنزل على طول ونمتصها المناديل. خطوات دي مهمة، بس دي عشان تضمن لك ان السمكية بتاعتك تطلع معاكي مظبوطة وما تبص منك في التخليل. بعد كده بقى هنجيب هنا نص كوباية ملح، وانا استخدمت الملح الخشن بيبقى موجود عند كل العطارين. نص كوباية ملح يعني 3 معالق كبار مليانين ملح. هضيف عليهم معلقة صغيرة من الكركم ومعلقة صغيرة من الشطة، وتقدري لو انتي مش عايزاه حراق تستبدليها ببابريكا او تستغني عن الاتنين. هضيف كده كمان معلقتين كده كبار مليانين من الزيت، ونقلبه كويس قوي. والزيت هنا ده عامل مهم جدا علشان خاطر يدمج لي كل المكونات تبقى مدموجة مع بعض كويس جدا، ولما نضيفه على السمك يمسك على طول في السمكية. شايفين؟ ناخد بقى كده الملح بتاعنا اللي تبلناه وننزله كده ونرشه على السمكية. ودي خطوة مهمة جدا، دي بتضمن لي ان السمكية بتتبل كويس قوي وتبقى كلها مغمورة من الخلطة بتاعتي بتمسك فيها. دي خطوة احسن من لما بنحط السمك كده في قلب العلبة او الكيس بتاعنا ونرش كده عليه من فوق. فخطوة الزيت وان احنا نقلب الملح مع السمك دي بتضمن لي ان السمكية اتغلفت بالخلطة بتاعتي وبالملح بتاعي حلو قوي، ويطلع نتيجته في النهاية تحفة جدا. شايفين؟ نقلب بقى كده السمك ونتأكد ان هو كده اتغلف بالخلطة الملح بالتوابل دي حلو جدا جدا. بالطريقة دي شايفين؟ سهل جدا وبسيط قوي، وبجد نتيجته مضمونة وحلوة قوي. بالنسبة بقى للناس اللي بتخلي السردين ده من غير ما تغسله، بصراحة أنا ما بفضلش الخطوة دي خالص، لأن في النهاية بيطلع بعد التخليل ريحته كده واخدة زفارة قوية. تعرفين إن أي بحريات لازم تتغسل عشان الزفارة بتاعتها بتبقى قوية، فدي بتطلع لي سمكية ريحتها زي الفل وطعمها بقى خرافة ولا أروع، بجد تحفة جدا. بعد ما تبلنا السمك بتاعنا هجيب بقى أكياس التلاجة دي اللي هي خاصة بحفظ الطعام، وابتدي أرص بالطريقة دي. نحط كده 3 سمكات الشكل ده ننيمهم كده، نبتدي نحط 3 سمكات تانيين عكس منهم. يعني لو حطيت 3 4 سمكات اتجاه اليمين مثلا، نحط دول اتجاه الشمال، او الشرق يبقى الغرب كده. يعني نحط الروس عكس بعضها. تمام؟ انتوا كده فهمتوني. نحط الروس عكس بعضها، وكل ما نحط كده طبقة من السمك ناخد كده شوية صغيرين من الملح معانا اللي فضل ده كده في الصينية ونرش فوق منهم بالشكل ده. نكرر بقى الخطوات بتاعتنا دي لحد لما نخلص كمية السمك اللي معايا
كلها طبقات عكس بعض ورشة ملح بسيطة كده على الوش بالشكل ده، شايفين؟ خلصت بقى، تعالوا بقى نحط كده قيمة نص كوباية من الزيت، ودي خطوة مهمة جدا. تقولي ليه الزيت تاني؟ هقولك لأن الزيت ده مادة حافظة، هيحفظ لي السمكية بتاعتي، مش هيجرى لها أي حاجة، مش هتبوظ، وكمان هتطلع معايا السمكية بعد ما نفتح عليها بصي زي المربى، هيبقى مربى والله العظيم، هيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. بعد ما نحط بقى الزيت نمسك بقى الكيس كده، واهم خطوة انك تطلعي الهواء من الكيس كويس، او تتأكدي ان انت فرغتي منه الهواء تماما، مش عايزة الكيس ده يبقى فيه هواء. شايفين الكيس عامل ازاي؟ اتمص اتشفط على السمك كده، مش عايزة اي هواء خالص. نربط بقى عليه ربطة كويسة، ونجيب اكياس تانية ونحط، نكرر بقى كده كيسين 3 فوق الكيس ده، ونربط نفس الطريقة، نشد كده ونمتص كل الهواء ونلفه ونربط عليه علشان نتأكد ان مفيش هواء هيدخل للسمك بتاعنا خالص. تمام كده، وكمان الملح والزيت ما يتسربش من الكيس ده، يعني ده برضو ضمان كده ان لو الكيس مثلا الاولاني ده فيه اي عيب مخروم اي حاجة، نتأكد بكام كيس كمان ان كده قفلنا عليه تقفيلة صح، يعني احنا عملنا معاه الصح وزيادة. بعد كده بقى هجيب علبة وهحط جوه العلبة كده ونقفل عليه، ولازم تكون علبة كده محكمة الغلق بالشكل ده، شايفين؟ نشيله بقى في أي حتة في المطبخ كده، أي حتة تكون ضلمة، وكل يوم نقلبه على الجنب التاني علشان نتأكد إن الملح والزيت اختلط بيه كله، وكل السمكية بتاعتي اتبلت. بعد 4 أيام افتحي عليه هتلاقيه زي الزبدة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع ألف